من غير بيض ولا لبن هنعمل احلى بانيه مقرمش من بره وطري من جوه، اقتصادي ويجنن. هشارك معاكم كل تريكات نجاح البانيه. ولو اول مره بتتابعيني انا مروه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وشير واشتراك في القناه. اول حاجه هجهز التتبيله، هقطع حبتين طماطم وفلفل رومي وحبه فلفل حراق. ومعايا بصله متوسطه، ومعايا ليمونه، وهنزل بكل المكونات دي في الكبه. ولو عندك معلقه كبيره زبادي او لبن رايب تضيفيها برضو، بتدي طراوه حلوه قوي للبانيه. هحط ربع كوبايه ميه ومعلقتين خل. التوابل معايا معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. هبدا اقطع البانيه، انا بحب اقطعه بسمك متوسط، بس دي حاجه حسب الرغبه، يعني انتي قطعيه بالسمك اللي تفضليه. خلصت تقطيع الكميه كلها. هقلب البانيه في التتبيله واسيبه على جنب، وهجهز خليط التغطيه. هجيب صينيه كده عشان ما بهدلش الدنيا، وهحط كوبين من البقسماط ومعاهم نص كوبايه دقيق ومعلقه كبيره نشا. وهتبل الخليط ده بمعلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، توم باودر وبصل باودر وربع معلقه صغيره بابريكا. هقلبهم مع بعض وكده الخليط جاهز عندي. بنفض قطعه البانيه لو في اي جزء من التتبيله عليها كويس، لان ده ممكن يخلي الكفر يتقشر. لو تلاحظوا انا بضغط على قطعه البانيه كده كويس وانا بغطيها، لان ده اللي بيخلي الكفر يفضل ثابت فيما بعد. وهخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. انا قصدت ان انا اعمل اكتر من واحده معاكم وما جردتش المقطع، لان تغليف البانيه والضغط على القطعه كده وهي بتتغلف دي تركه من تركات نجاح البانيه، وان هو ما يشربش زيت ويفضل محتفظ بالكفر بتاعه ما يتقشرش من عليه. ومن تركات نجاح البانيه برضو ان انت قبل ما تقليه دخليه الفريزر نص ساعه او ساعه. هبدا اقلي البانيه في زيت غزير وسخن، واهم حاجه ننفض القطعه كده من البقسماط قبل ما ننزلها في الزيت، علشان الزيت ما يتحرقش معانا بسرعه. شايفين القطعه ماسكه نفسها ازاي، الكفر ثابت عليها. انا بصفي القطعه كده في ايدي، بطول بالي وافضل اصفي فيها، لاني مش بحب اطلعها على مناديل مطبخ، لانها بتخلي الكفر يطرى ويتقشر. حمرت البانيه كله بنفس الطريقه وبجد كان روعه، بتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. وقدمت البانيه اليوم ده كعشاء مع بطاطس محمره. مش عارفه اوصف لكم الطعم قد ايه، وهمي بجد. مقرمش وفي نفس الوقت طري جدا من جوه. شاركوني بقى انتوا بتعملوه ازاي، ولو استفدتي من الفيديو وعجبك ما تنسيش تشاركيه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ولايك جميل منك بيفرحني.